هو مين افضل لعيب مركز 6 في الدوري المصري؟ بص يا حبيب قلبي، انا اول ما اقول لك لعيب مركز 6 انت هتقول لي مروان عطية، صاحبك هيقول لك مهند لاشين، صاحبك التالت هيقول لك محمد شحاتة. فنيجي نتكلم بالارقام وبالعقل. بالارقام وبالعقل، لو انت مدرب ومعاك مروان عطية وانت عايز كرة سريعة وعايز معدلات جري من التلت التالت للتلت الاول في جيم التنس او جيم البنج زي ما بيتسمى كده، في الجيم الرايح جاي، فمروان عطيه يعرف يعمله لك. مروان عطيه بالكوره بيعرف يعمل تمريرات تقدميه عاليه. مروان عطيه اسرع من شحاته واسرع من مهند لاشين. لكن لو حبيت المتعه واللعيب اللي يتسمى ريجيستا، او لعيب بيعرف يخرج بالكره من ورا لقدام وعنده معدلات جري كويسه وعنده دريبل برضه محترم وبيقدر يلعب جيم دفاعي وهجومي كويس، فانا هقول لك مهند لاشين. لكن انت ينفع في منتخب مصر تلعب بالاثنين طبعا، لان مهند في وقت كبير من الاوقات سواء مع بيراميدز او طلائع الجيش كان بيلعب مركز 8، ومهند اتغير عليه لعيبه كتيره جدا وبيلعب برضه مركز 8. يعني معنى كده ان الاثنين لو جنب بعض في خطه واحده طبعا هينفعوا. مروان عطيه هو يبقى السته ومهند لاشين هو اللي الثمانيه. طب محمد شحاته اساسا مش مركز 6، محمد شحاته مركز 8. ويا سلام لو انت بتلعب 4-3-3 ومحمد شحاته ده بيلعب على الطرف اليمين، يعني هيغطي لك بتزيرة، يعني هيغطي لك على محمد صلاح. وانا هنا بكلمك في لعيب عنده الامكانيات ان هو يقف الحته دي. اي نعم الكتله العضليه بتاعته انتوا ممكن تشوفوها مش كبيره، لكن هو لعيب ناشف في الملعب وتدخلاته قويه جدا. ولكن عيبه الوحيد الترنات. المميز فيهم من مروان ومن محمد شحاته الترنات بتاعته، ومهند بيلعب لقدام كتير. فانا شايف ان الثلاثه دول فعلا وجودهم في منتخب مصر هيديكوا عمق في المركز ده كبير قوي. قول لي انت بقى في الكومنتات يا حبيب قلبي، انت شايف مين افضل لعيب 6 في مصر؟ مروان عطيه، مهند لاشين، محمد شحاته؟